ده اكتر فيديو الناس طلبته وبعتت لي رسائل عليه، وهو ايه هي الحاجات اللي اعملها عشان احسن من اعراض غضروف القطنيه لدرجه ممكن توصلنا لاختفاء الالم. فيلا بينا نبدا. كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات في الحاجات اللي بنتجنبها القعده الطويله في وضعيه غلط، وهنا بقول لك لما تيجي تقعد ما تطولش في القعده، قوم اتمشى او اشتغل وانت واقف كل نص ساعه 5 دقائق. كمان الكرسي اللي بتقعد عليه لازم يكون واخد شكل الكيرف بتاع فقرات القطنيه اللي بيسموها اللمبر لوردوزس، مش عامل زاويه قايمه وتفرد صدرك كده وظهرك وتخلي جزء القطنيه من تحت لازق في الكرسي، من الاخر تلبسهم في بعض زي القفل والمفتاح. كنت قلت لك في الفيديو اللي فات اوعى تعمل الهامسترنج ستريتش، وهنا بقول لك اعمل الكوبرا بوزيشن. كنت منعتك في الفيديو اللي فات عن السيت اب والديد ليفت والباربل سكوات، وهنا بقول لك لما تروح الجيم عاوزك تلعب على جهاز الهايبر اكستنشن ماشين اللي هو جهاز القطنيه. كمان عاوزك تلعب هيد ثراست، مش بس كده، وحاول تتشعلق في العقله والعب فلتر وليج ريز. كل التمارين دي لو التزمت بيها هتوصل ان شاء الله للبين فري.